عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أساطير في حلقة جديدة من كوكب العلوم. تخيل لو مسكنا قطعة خشب وفضلنا نقطعها لنصين 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 تفضل تتقطع للأبد. فلسفة الإغريق قالوا لا، قالوا إن إحنا هنوصل في الآخر لجزء صغير جدا لا يمكن تقسيمه، سموه أتيموس، يعني غير قابل للتقسيم. وفي عام 1801 العالم جون دالتيون بت علميا ان المادة بتتكون من ذرات دقيقة ومستقلة. طب لما الذرة ترتبط مع الذرة التانية او اكتر بيتكون عندنا الجزيء. عشان ابهركم بالارقام، قطرة المية الواحدة صغيرة جدا، تحتوي على عدد ذرات بيساوي عدد سكان كوكب الارض بالكامل. تخيلين حجم الذرات في المحيط او كتلة اطول هي الكمية الاجمالية الموجودة في الاجسام، وبنقسمها بعدد الذرات اللي بتكونه. يا ترى ايه اللي بيخلي الذرات دي تتحرك؟ اللي هنعرفه في الحلقة ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في قناة كوكب العلوم. وسلام.